شوف انت برضو في الايام اللي جايه دي هتنزل من البيت هتلاقي كل الفكهانيه عندهم يوسفي، اليوسفي البلدي اللي هو ده. بس انا برضو مش تعب نفسي وتعبك معايا وجايبك معايا لغايه هنا علشان اوريك ده، انا جاي اوريك حاجه تانيه خالص. انا جاي اوريك اليوسفي ده. واخد بالك انت من فرق الاحجام بين الاثنين عامله ازاي؟ وخليني اقول لك ان اللي في ايدي دي هي اصغر حبايه يوسفي ممكن عينك تقع عليها في حياتك. بص الحبايه قد ايه؟ يعني لو انا جيت احطها على صباعي هتبقى اقل من عقله صباعي. تعال بقى نعمل مقارنتنا الجميله بين اليوسفي البلدي واليوسفي الصيني، مع العلم ان مفيش حاجه اسمها يوسفي بلدي. اليوسفي دخل مصر في عهد محمد علي، وكان جاي مع واحد من طلبه العلم اللي كانوا بيتعلموا بره وجم، واتسمى يوسفي على اسم يوسف افندي يعني، واتحرف بعد كده ليوسفي، انما هو اسمه يوسف افندي على اسم الشخص اللي جابه على ايام محمد علي ودخله مصر. سيبك بقى من القصه دي، تعال نفتح ونشوف الفرق بين الاثنين عامل ازاي. بسم الله نفتح. طبعا هو لسه الموسم بتاعه ما دخلش قوي، فهتلاقي ان القشره مش احسن حاجه يعني. مش هقدر اقشرها كلها، انا قشرت حته بس عشان نعرف ندوق. بسم الله. مسكر بس في سنه مزازه، وانا مش بميل للمزز قوي، بس بالنسبه لليوسف هو مسكر. انا نسيته اليوسف التاني يا عم، انت اللي عمال اكل في دي. تعالى بقى نفتح واحده كده من اليوسف الصيني. بص شكله انا بقشره. اليوسف ده يتباس ويتحط على جنب ما يتاكلش يعني، لسه صغنن قوي على الاكل. طبعا بالمنطق والعقل كده دي مش هتتاكل فص فص. بسم الله. لا طعمها حلو، مش وحشه، لا جميله. طعمها قريب من الكلمنتين، مسكره، طعمها قريب من الكلمنتين قوي. ايوه الكلمنتين يا عم، انت مالك انت بيا. ما لحقتش استطعم قوي فهفتح كمان واحده. اتفرج معايا يا سيدي على الصغنن اهو. بسم الله. اسبرين ده فيها بذر، وزي ما انا وانت عارفين ان البرتقال واليوسفي والحمضيات غنيه جدا بفيتامين سي، فده غني جدا بفيتامين سي، وطبعا فيه كميه كويسه جدا من الالياف. وعايزك بقى تسرح بخيالك معايا وتتخيل لو انت رايح تزور حد عيان ولا حاجه واخد له معاك يوسفي من ده، انا مش عارف ساعتها هو اللي هيبقى عيان ولا انت بعديها اللي هتبقى عيان من اللي هيعملوا فيك. انت ممكن تستعمله بدل اللب تاكله كده، او ممكن نخلله. هو انا في فكره عايز اعملها من بدري بس مش عارف هتبقى نتيجتها ايه. تعالوا نجرب. بس انا مش لسه هقعد اقشر يعني. اي نعم القشره بره شويه بس شغاله. ونختم بلقطه السعر. كيلو اليوسف البلدي انا لسه جايبه دلوقتي عامل 12 جنيه، كيلو اليوسف الصيني عامل 130 جنيه، فما تجيبوش، هات المصري عشان انا جبت الصيني مكانك.